يعطيكم العافية حلوين. اليوم رح نتعلم أنا وياكم كيف بنعمل فطاير بالزعتر الأخضر. إن شاء الله يا رب نال كل إعجابكم. عنا 4 كبايات من الطحين، ومعلقة كبيرة من الخميرة، ونص معلقة صغيرة من السكر، ومعلقة صغيرة من الملح، وعنا 4 معالق كبار من الحليب البودرة، وعنا كاسة من الزعتر الأخضر، وعنا كباية من زيت الزيتون. وهلأ بنعجنهم كلهم مع بعضهم. ونضلنا نعجن. عنا كباية من المي، منضلنا نعجن لحتى نشوف قديه رح تاخد العجينة معنا مي، لحتى تلم كل العجينة مع بعض. عم بعجنهم هلأ، عم بعجن العجينة لشوف قديه بدها مي. أنا هون بهيدي الحالة استعملت بس كباية مي. مثل ما شايفين ما شاء الله العجينة عم بعجنها كتير منيحة، بسم الله ما شاء الله. وهيدي هي العجينة مثل ما شايفين ما شاء الله غير شكل. هيدا هو القوام النهائي لاخر شي العجينة. وهلا بنغطيها لحتى ترتاح. هلا بنخليها لحتى تختمر. وهلا هون حطيناهم بالصينية وبدهم نوجهم بزيت الزيتون. دهنت وجهن بزيت الزيتون ما شاء الله. وحطيت حبة البركة على الوجه، عم برش حبة البركة. وبعد ما حطيت حبة البركة ولعت الفرن. وهلأ رح حطهم بالفرن. وفي طريقة تانية هلأ رح اعملهم من فوق على الغاز. في طريقتين، عملت طريقة بقلب الفرن بالصينية، وطريقة مثل ما شايفين على الغاز من فوق بالصينية. يعني انتو فيكن تعملوا طريقتين الأسهل عليكم. فيكن بالفرن بقلب الفرن، فيكن مثل ما شايفين على الغاز من فوق. يعني الطريقتين بيمشي الحال. هلا عم بقلبن ما شاء الله مع هالمنظر الحلو. وفطاير الزعتر الأخضر مع الجبنة شي بشهي. وهلا مثل ما شايفين شي بشهي. وهلأ من بعد ما استووا الفطاير من تحت رح ولع عليهم من فوق لحتى ياخدوا اللون. وهون ما شاء الله الصينية اللي عملناها على الغاز من فوق الفطاير خلصوا كمان. هيك مثل ما شايفين ما شاء الله غير شكل. يعني الطريقتين يعني كتير ناجحين وبجننوا. وهلأ هيدي الصينية اللي بالفرن بعد ما تحمر وجهها من فوق مثل ما شايفين ما شاء الله غير شكل. ويعني المنظر بيحكي بس. وهلأ عم بدهنن بزيت الزيتون بالفرشاية، عم بدهن وجهن. ومثل ما شايفين ما شاء الله شي غير شكل. وإذا عجبكن الفيديو ما تنسونا باللايك وبالاشتراك.